الحقيقة ان واحد من اصعب واهم القرارات اللي بتاخدهم في حياتك هو قرار التخلي. ويعني ايه التخلي؟ يعني ان انت باختيارك تسيب حاجة انت شايف ان الحاجة ديت مش عارف هتعمل ايه بعديها، الرؤية بعديها مش واضحة. الفكرة في فكرة التخلي هو الخوف من المجهول اللي هو كلنا كبشر بنخاف منه. كلنا كبشر بنترعب، اللي هو انا مش عارف الخطوة الجاية بتاعتي هعمل ايه. مش عارف انا لو موجود انا موجود في المكان ده دلوقتي، فلو رحت مكان تاني ايه اللي هيحصل؟ انا بشتغل شغل، فلو غيرت الشغل بتاعي ايه اللي هيحصل؟ انا في كومفورت زون، انا بتعلم، انا اهلي رسموا لي طريق معين، فانا لو رحت كليه تانية غير طب ايه اللي هيحصل لما اهلي دول يبقوا زعلانين؟ انا شايف ان نفسي في وظيفه معينه، شايف نفسي في شغل معين، شايف نفسي في حاجه معينه انا بعملها، فخايف اخرج من الاطار، او خايف اخرج من الحلقه اللي اترسمت لي ديت، او اللي عقلي رسمها لي. الحقيقه اللي احنا محتاجين نعرفها في النقطه ديت ان العقل، احنا اول حاجه محتاجين نعرف العقل البشري بيشتغل ازاي. اولا العقل البشري هو دايما بيحب دايما منطقه الراحه، ودايما منطقه الراحه هو بيصنع لنفسه منطقه راحه، الى ان نيجي احنا بمدخلات جديده عليه، فندربه على حاجات جديده. فالحاجات ديت يقعد في الاول يقاومني لحد ما يتعود بعد كده ان هي تبقى دي منطقه الراحه بتاعته. في الجزء بتاع التخلي اللي انا عايز اقوله النهارده ان انت اهم حاجه هتقدر تعملها في حياتك واهم نجاح ممكن تحققه هي فكره التخلي. هي فكره ان انت تنفصل عن تكوين مخك وتكوين فكرك اللي انت حاطه في دماغك، اللي بيسموها الانطباعات الخاطئه او الستيريوتايبس، الحاجات اللي انت حاططها في عقلك وقافل عقلك عليها. زي ايه؟ زي مثلا يقول لك ان انت الفشل القديم دليل على فشلك بعد كده، او النجاح القديم دليل على نجاحك بعد كده. من اكبر الحاجات اللي كانوا عاملينها كاحصائيه لما قعدوا يتتبعوا الطلبه بتوع الثانويه العامه اللي كانوا جايبين الاوائل على الجمهوريه، فلقوا ان الطلبه دول اغلبهم ما اشتغلش في شغلانات اللي هي الشغلانات الواو، يعني اللي هي بعد فتره معينه. لا ده بالعكس، ده لقوا نسبه منهم كمان في الجامعه كمان ما كانوش اعلى حاجه. الفكره هنا او الدليل على كده ايه؟ الحاجه ديت بتدل على ان انت اللي بيصنعه عقلك او اللي انت بتصنعه، او كل الحاجات اللي بتقال حواليك، الاوهام اللي كلنا عايشين فيها، او الاوهام اللي اتربينا فيها، او الاوهام اللي اتربينا عليها ان انت المفروض يترسم لك طريق معين المفروض ده تمشي عليه، ان هو ده الصح وده الغلط. الفكره كلها في الطريق ده ان هو ان هو ده خدعه العقل رسمها، والعقل رسمها وصدقتها الاجيال عبر الزمان بقى، وتتابعتها لحد ما بقت خلاص هو ده الاصل، وهو ده اللي انت لازم تعمله. ما دام كان فاشل زمان، لو جيت انت تغير الحاجه اللي انت فاشل فيها، يقول لك يعني هتجيبه، ما انت كنت فاشل قبل كده. طب لو كنت ناجح يقعدوا يقول لك ما انت مالكش حق انك تفشل، ما انت كنت ناجح طول حياتك. ان انت يبقى عندك بتشتغل في حاجه معينه، فانا هخرج بره الشغل ده، هخرج بره فكره الامان الوظيفي، هخرج بره فكره الناس اللي اتعودت عليهم، الشكل اللي اتعودت عليه، مع اني ممكن اكون بخسر نفسي وانا مكمل في الشغل ده، ممكن اكون بضحي بحاجه تانية اكبر. ولكني هفضل مكمل ليه؟ حتى وانا بتاذي نفسيا، حتى وانا تعبان، حتى وانا بتظلم، حتى لو مش واخد حقي، حتى لو مش واخد حقي. ليه؟ لان انا شايف في حاجه اكبر، الا وهي فكره الامان، فكره ان انا حاسس بفكره الامان. طب التخلي ده ايه اهم قاعده او اهم حاجه تخليني اخرج من الدوامه دي؟ التخلي ده للاسف، او الامان او فكره الامان ديت، هي بالظبط عامله زي يعني الطول اللي بيتربط في الساقية، عارفين ساقية الطول اللي بيلف حواليها، فهو بيفضل يلف، هو متوقع ان هو هيوصل لحاجه في الاخر، لكنه في الاخر بيرجع لنقطه البدايه تاني، ويرجع كل نقطه بدايه تبقى متخيل ان في نقطه نهايه وهيخرج، هيخرج بره، هيروح طريق تاني، هيلف، مفيش اي حاجه، يلاقي نفسه بدا بدايه جديده وقعد يلف فيها، وطول حياته وتنتهي حياته وهو بيلف في نفس الحاجه. يجي بعد سنه واثنين وثلاثه المشهد الحزين، يعني اللي هو تلاقي حد كده عنده 40 او 50 سنه او اكتر كمان، ويجي يكلمك يقول لك على فكره انا كنت شاب صغير وكان عندي احلام كتير قوي، وكان في حاجات نفسي كتير احققها والله، انا بس، وتلاقي بعد بس دي حاجات كتير قوي حزينه. بدل ما هتلاقي الشخص ده عنده اسباب حقيقيه، في الغالب هتلاقيه اسير الافكار دي، اسير دماغه، اسير الوهم اللي اترسم له، او الواقع اللي العقل هيقه له، او منطقه الراحه اللي هو مشي فيها وفضل يلف فيها طول حياته.
طب انا عشان اخرج عن التخلي المفروض اعمل ايه؟ اول قاعده ان انا محتاج اكون بتكلم بعقليه عقليه اليوم النهارده. عقليه النهارده يعني ايه عقليه النهارده؟ انا كنت فاشل امبارح وطول عمري فاشل وعندي 50 سنه و50 سنه من الفشل. النهارده عندي فرصه عادي ان انا ابدا من جديد، لان احنا النهارده لو انا كان اللي فات ده بتحاسب عليه في اللي جاي، كان ربنا سبحانه وتعالى ما قالش الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ما خلاص، ما انت كنت طول عمرك بتعمل سيئات، يعني ما فرقتش الكام سنه اللي باقيين. لا عادي، انت حتى ربنا سبحانه وتعالى ترجع لربنا سبحانه وتعالى يقبلك في اي وقت من الاوقات. طب انت دلوقتي لو قررت في وقت من الاوقات من الحاجات الجميله ان ربنا سبحانه وتعالى وعدك، قال لك وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى، وقت ما ترجع هتلاقي ابواب ربنا سبحانه وتعالى مفتوحه ان انت تدعي ربنا وانك انت تقدر تعمل كل اللي انت عايزه. اسلحتك اللي ربنا اداها لك زي العقل، زي التفكير، زي الالتزام، ان انت تقعد تذاكر، ان انت تغير من نفسك، ان انت تقدر ان انت تتعلم حاجه جديده، تتعلم لغه جديده، تاخد كورس جديد، تدور على شغل جديد، كل الحاجات دي تفضل متاحه معاك. كل الادوات، الفكره كمان الخبره التراكميه، ان انت كل اللي فات ده اللي عدى عليك قبل كده تبدا تبص له من منظور جديد. وديت يمكن النقطه الثانيه اللي انا عايز اتكلم فيها بعد فكره البدايه الجديده، هي فكره المنظور الجديد، اللي هو انا لازم ابص للنجاح اللي فات ان انا دي نقطه قوه تزقني لقدام، مش نقطه ان انا اقول يا ريتني كنت زمان واقعد اللي هو اخليه بكاء على الماضي، قد ما هو حافز ليا ان انا اكمل لو كنت عامل حاجه كويسه زمان. وخلي نقطه الفشل بتاعت زمان ديت هي الوقود ليا، اللي اوعى لو انت بصيت وراك هتلاقي نفسك زي ما كنت قبل كده، اوعى ترجع اللي كنت فيه قبل كده. فلاقي دي نقطة الوقود بتاعتي اللي بتولع الدنيا وبتخليني اقدر اكون اون فاير عشان اقدر اعمل حاجة جديدة، او اقدر ان انا اشتغل على حاجة جديدة. فالحاجة دي اقدر ان انا احققها. الفكرة كلها ان انا لو فكرت بعقليه النهارده، ان انا لو بصيت للواقع، لو مسحت الماضي كله من عقلي، خليت الماضي عباره عن خبره تراكميه، عن اخطاء انا عرفتها او دروس مستفاده واخطاء اتعلمت منها، او حاجات صح عملتها فعايز ان انا ازودها وابني عليها، او خبرات اتعلمت منها فالخبرات ديت عايز اكررها وابني عليها وازود. لو اتعاملت بالعقليه ديت هلاقي نفسي ان انا بتحرك في مكان تاني مختلف. هلاقي نفسي ان انا كل حاجه قابلتني زمان اللي كنت بفكر بقول يا ايام زمان لما كان في مش عارف ايه، بدل ما بقعد افتكرها ونوستالجيا بقى ونقعد نرجع للماضي والكلام ده، هفكر ان انا اوكي انا ايه الحاجات اللي كنت بعملها صح او اللي خلتني اعمل الحاجه ديت زمان، فحاول ان انا اكررها تاني. افكر على نقطه الفشل اللي انا عملتها وما اقعدش اقول لو ما كنتش عملت نفسي واقعد اجلد ذاتي. افكر النهارده انا ايه اللي المفروض ان انا اعمله البدايه الجديده بتاعتي. افكر الشغل اللي كان الشغل اللي بيأذيني واللي انا مش عارف ان انا اتحرك فيه او مش عارف اروح اي مكان، واللي انا عارف ان هو قدام كده كده انا موجود في نقطه قاتله، نقطه قاتله، نقطه مفيش فيها اي جديد، بيحط بيها ان انا ازاي اخرج لمنطقه جديده، وازاي ان انا اقدر ان انا اتوسع، وازاي ان انا اقدر ان انا احقق حاجه جديده، ازاي ان انا اقدر اخد ريسك والريسك ده يكون محسوب في حياتي وانا بشتغل، ازاي ان انا الحاجه اللي بتؤذيني ان انا اعتزلها عادي، ما عنديش مشكله، انا اقدر ان انا اتخلى. الفكره ان انت لما تعود عقلك على مايند سيت فكره البدائل، وان انت عندك بدائل كتير، وان انت تقول للعقل خد بالك لا ده في بدائل كتير، دي مش اخر الدنيا، دي مش اخر شغلانه، دي مش اخر خساره، وبرده مش اخر مكسب. هتلاقي العقل دايما بيبدا ان هو يساعدك ودايما يديك البدائل، دايما يكون موجود معاك. هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيمدك بعونه، هتلاقيه دايما بيبني لك الاسلحه اللي انت بتتسلح بيها، الماسلز، العضلات اللي بتجيلك اللي بتقول لك اوكي ما حصلش حاجه، احنا احنا خسرنا بس الخساره ديت هي مش اخر الدنيا، ما انت خسرت قبل كده كتير وقمت تاني عادي، يلا انت محتاج ان انت تكمل. اوكي انت كسبت بس ما تفرحش قوي يعني، لان الفرح ده برده مش اخر الدنيا، ما ينفعش ان انت تعمل كده، انت محتاج ان انت خلاص الفرح او الخساره الاثنين زي بعض، الاثنين نقطه نهايه، تمام؟ محتاج بعديهم ليه؟ يا تعمل بدايه جديده، يا تقعد تبكي على الاطلال او تفرح باللي فات، وفي الحالتين هيبقى انت كده بتعيش على الماضي وبتخسر المستقبل. فبالتالي اللي انت محتاجه ان انت اوعى تعيش على الماضي، اتعامل بمبدأ التخلي لو انت بتفكر ازاي تنقذ المستقبل بتاعك.